السلام عليكم يا حبايبي. انا هحكي لكم شويه حاجات كده دلوقتي من يوميات الاي دي اتش دي، لعل وعسى يعني تساعد حد يكون حاسس بنفس اللي انا بحس بيه في الموضوع ده. نقدر نسمي الفقره دي يوم كامل او يوم كامل، يوم بحاله. يعني يوم بحاله ممكن يعني يضيع عشان حاجه واحده بس. طبعا بالنسبه لحضرتك او لحضرتك اللي ما عندهمش اي دي اتش دي، يعني الحاجه اللي انا اقولها دي دلوقتي ممكن تكون حاجه يعني مجرد من مشوار بالنسبه لكم سريع كده بتعملوه مثلا وانت كده مثلا معدي في طريقك لمكان معين. ممكن تكون كمان بتحب الموضوع، بتستمتع بيه ولا حاجه. لكن بالنسبه لي انا كواحد بقى عندي اي دي اتش دي، الموضوع ده ممكن يوقف حياتي كلها اليوم كامل على فكرة، ويمكن كذا يوم. ايه بقى الحاجة دي؟ ان اروح للحلاق. زي ما انتوا شايفين كده، الحلاق بالظبط. انتوا طبعا شفتوا العيد قرب بقى، كل سنة وانتم طيبين. طبعا محتاج اظبط بقى دقني لحيتي يعني شوية، وشعري طبعا انا مخبيه دوت، او اللي شوية اللي فاضلين من شعري اللي مخبيه. فالموضوع ده متعب جدا. زمان كان الموضوع ده سهل بالنسبة لي انا، لانه انا يعني كان عندي منهج ثابت، اشيل كل حاجة بالموس فوق يعني وملمس دقني. فبقت دقني كبيره جدا طبعا، يعني ما فكرش بقى في الموضوع، خلاص انتهى. ده من كام سنه. المنهج ده بقى اتغير دلوقتي طبعا، ومن ساعتها الموضوع بقى جحيم حرفيا بس لدماغي يعني. فانا بقعد بقى اجل في المشوار الحلاق ده على قد ما اقدر. ليه؟ عشان طبعا بالنسبه لي انا دي تجربه مليانه ضغط نفسي على دماغ الاي دي اتش دي. الحلاق بالنسبه لي انا ممكن مثلا يعمل حاجه غلط، يمسك راسي كده بطريقه معينه تعصبني. عندي مشاكل حسيه طبعا مع بعض الادوات اللي بيستخدموها احيانا، وساعات صراحه الموضوع بيكون ليه علاقه طبعا بريحه المكان نفسه، ريحه نفس المكان، تفهمين قصدي يعني، او الحلاق نفسه يعني. ربنا يبارك لهم جميعا، ربي مش قصدي حاجه والله، لكن ده يعني اللي بيحصل لي. ده بقى غير الكارثه الاجتماعيه. انا من جوايا بكون وقت كتير جدا مش عايز اتكلم خالص مع حد يعني، وساعات تانية طبعا بكون عايز اتكلم كتير جدا وبدون سبب. فلما يكون في حاجز بالذات لغه، لانه انا طبعا كواحد مصري عايش في المغرب الموضوع بيبقى ممكن اكتر بالنسبه لي شويه. هم الحمد لله المغاربه بيفهموا مصري كويس، لكن انا اللي عندي مشكله يعني احيانا انا بتكسب، بحس ان انا عايز اتكلم دارج زيهم يعني. فالاقي طبعا نفسي كده قاعد وهو بيتكلم وانا مش فاهم قال ايه، واقعد اقول له ايه معلش عيد تاني وكده، فبتعب. وكمان طبعا احيانا حد من احبابنا بيعرفني من السوشيال ميديا وكده على اساس ان انا بقى مشهور يعني. وفي الاخر طبعا اقعد انا بقى متضايق واضغط على نفسي واتعصب من داخل نفسي، واحاول كده ابتسم من بره يعني، وكمان بكون متعصب لان مش عاجبني شكلي، واعيش بقى في دوامه تأنيب الضمير وجلد الذات. وابدا اضغط بقى على مثلا عزة زوجتي حبيبتي بشكل غير مباشر، واخليها تيجي كده بقى، تعالي معايا اقعدي بس هناك، كانها سيفتي كده، جارد يعني، شبكه امان ليا. وطبعا هنا عندنا اطفال صغيرين، فبنلاقي كده فجاه العيله كلها راحت عند الحلاق معايا. ما اعرفش لو سامعين الصوت، دي عربيه اشتغلت مش عارف مشغله اوبرا ولا حاجه، صوت غريب كده. طبعا انا ممكن اقعد كده واشتكي لحضراتكم من الموضوع ده للصبح يعني، بس مش طالع طبعا دلوقتي افضفض وبس، انا طالع كمان عشان اشرح ليكم بالعلم ايه اللي بيحصل. التفاصيل دي كلها اللي حكيتها لكم دلوقتي في يوميات الاي دي فتح حلاق دي، عشان محتاجين نبطل نغضب من نفسنا، ومحتاجين طبعا نبطل كمان جلد نفسنا، ونبطل نحس ان احنا دراما كوين، او يعني نكبر المواضيع دي جدا قوي. فانا هفكك ليكم ان شاء الله اللي بيحصل ده في دماغي انا شخصيا مع دماغ الاي دي اتش تي طبعا يعني، وقت المشوار ده، مشوار الحلاق. وده مش الموضوع ده بيحصل على الناس اللي بيروح مثلا لطبيب الاسنان، حاجات كده، مش بس الحلاق يعني. اول حاجه ليه المشوار ده يعني بيحسسنا ان احنا بنضيع يوم كامل؟ في حاجه اسمها waiting mode في علم الاعصاب يعني، اسمها كده بجد، اللي بيسموه بالعربي ايه بقى، وضع الانتظار. وده بيحصل بسبب حاجه اسمها مهمه جدا executive dysfunction، اللي هو الموجود في الاساس عندنا احنا كعندنا ناس اي دي اتش تي يعني كده، خلل في الوظائف التنفيذيه. يعني دماغ الاي دي اتش تي يا حبايبي عندها فعلا مشكله في ادراك الوقت، اللي هو العمى الزمني، اللي هو البلايندنس، اللي بيسموه تايم بلايندنس. كانت دبانه تدخل في بقي معلش. كانت حلوه الدبانه الحمد لله. المهم لما يكون عندي موعد او حاجه تقيله على قلبي، مش تقيله جسديا زي الحلاق كده، تقيله على دماغي يعني، دماغي بتتعامل مع الحدث ده على انه الشيء الوحيد اللي موجود واللي هيحصل يوم كامل. الجهاز العصبي بيدخل في حاله شلل وظيفي، بيسموها تاسك بارالايزز، يعني بتحس كده ببارالايز، شلل. فما بنقدرش نبدا اي مهمه تانية قبل الموضوع الحلاق ده، علشان خايفين من ايه؟ ننسى، او عشان ببساطه مفيش طاقه عقليه، اللي هم بيسموها ايه، الباندويث يعني حاجه كده تكفي لحاجتين مع بعض، لازم حاجه واحده
واحده بس، فاليوم كله بقى بيتحرق في انتظار المشوار. تاني حاجه بقى يا حبايبي مشكله الروائح، الادوات اللي موجوده واللمس، تكستشر، الحاجات دي. يعني في دراسات بتقول ان حوالي 60 ل 70% من الناس اللي عندهم ADHD بيعانوا من حاجه اسمها sensory processing issues، اللي هي مشاكل في المعالجه الحسيه. لانه في الدماغ العاديه، او يعني اللي ما عندهاش ADHD، يعني في فلتر بيفلتر المعلومات اللي ملهاش لازمه. لكن في دماغنا احنا بقى الفلتر ده يا حبايبي شغال بمزاجه بصراحه، يعني احنا مالناش علاقه بيه، هو بيشتغل لوحده. فصوت مكنه الحلاقه مثلا ده بالنسبه لي مش مجرد صوت عالي، ده ممكن دماغي بتترجمه على انه انذار حريق بيحصل. وريحه معينه او لمسه اداه معدنيه ساقعه مثلا على رقبتي وكده بتعمل حاجه اسمها اوفرلود، حمل زائد على الجهاز العصبي بتاعي. فدماغي بقى بتستقبل كل المداخلات دي، الادوات، الروائح اللي كده، بنفس درجه الاهميه، فاهمين؟ فبتحس انك يعني ايه بتتعرض لهجوم كده. ده مش دلع يعني، ده تفاعل عصبي حقيقي جوايا انا في جسدي، في البيولوجي بتاع البيولوجي. ثالث حاجه بقى حبايبي اللي هو الارهاق الاجتماعي، زي حاجز اللغه كده مثلا. يعني مثلا ليه الكلام مع مثلا الحلاق، او ان مثلا حد يعرفني، ليه ده بيتعبني اصلا؟ يعني مش دي الشهرة وحاجة حلوة. في حاجة اسمها السوشيال ماسكينج، القناع الاجتماعي. احنا كاشخاص عندنا ADHD بنبذل مجهود جبار خرافي عشان نبان طبيعيين في المواقف الاجتماعية، عشان اتكلم يعني مثلا بلغة غير لغتي مثلا، او اعمل اللي بيسموه يا ربي سمول توك بيسموه يا رب، يعني اقعد كده اكلم كلام يعني ملوش لازمه، يعني كده مجاملات يعني. فانا بستهلك بقى كميه كبيره جدا جدا من الدوبامين والطاقه العقليه اللي هي اصلا قليله جدا عندي كواحد ADHD. فالموضوع بيبقى عامل زي ما تكون كده بتشغل لعبه تقيله جدا على الموبايل مثلا، والبطاريه فيها 5%. هيحصل ايه تفتكر؟ الموبايل بيبدا يهنج ويبقى في مشكله في التليفون. ده اللي بيحصل في دماغي. الرابع حاجة اللي مهمة جدا برضو، ان انا مثلا اقدر اتعصب بجد من شكلي لما اشوف مثلا وشي في المرايه، او مثلا ليه بجرجر مراتي والعيال معايا مثلا. الحاجات دي ظاهره معروفه جدا عندنا احنا اللي عندنا ADHD. حاجه اسمها RSD Rejection Sensitive Dysphoria، او الحساسيه المفرطه للرفض والنقد، اللي هي RSD. يعني اي تغيير في شكلي دماغي بتترجمه كانه حاجه غلط حصلت. بخاف بقى انه الناس هتبص لي ازاي، لازم اعمل ماسكينج اكتر دلوقتي او مبالغ فيه بشكل اكتر، لانه المشاعر والعواطف عندنا احنا مش بتتنظم بسهوله، فيهاش تنظيم كويس، يعني اللي هي emotional dysregulation، عدم تنظيم المشاعر. طب مراتي بقى ليه مثلا احس ان انا بضغط عليها ان هي تيجي معايا؟ في علم النفس على فكره في تكنيك معين اسمه بودي دوبلينج، مش عارف بالعربي يسموه متهيألي مضاعفه الجسديه، حاجه زي كده. انه ده معنى ان وجود شخص اللي هو بيسموه السيف بيرسون، يعني الشخص انا بحبه وبحترمه وهو بيحبني وعارفني، يكون جنبي، يكون معايا، حتى لو ما بيعملش اي حاجه خالص غير انه قاعد كده قدامي. ده بيساعد جهازي انا العصبي، انا يعني انه يهدى جدا. فده اسمه كو-ريجوليشن، كانها بتساعدني في تنظيم مشاعري انا. فانا ما بعملش كده عشان اضايقها طبعا، ولا عشان انت تضايقها لو انت حابب تعمل نفس الموضوع. انا بعمل كده لان جهازي العصبي بيستمد الامان من وجودها في بيئه انا حاسس فيها تهديد حسي او تهديد نفسي. الخلاصه بقى، لان انا شكلي طولت جدا بصراحه، يعني معلش، لما انت حضرتك تلاقي نفسك كشخص عندك ADHD بتعاني من حاجه تبدو للناس تفهم، افتكر الموضوع الدماغ كل حاجه في الدماغ. دماغك بتعالج العالم اللي حواليها بطريقه مختلفه تماما. فانت مش كسلان، ولا انت بتدلع، ولا انت دراما كوين وعامل فيلم وبتأفور والكلام ده. احنا بس اللي محتاجينه، انا محتاجين نفهم يعني ازاي كتالوج دماغنا احنا بتاعنا احنا بيشتغل ازاي، عشان لما انا عملت كده وفهمت، عرفت بقى ادير الطاقه بتاعتي وابطل بقى اجلد نفسي على حاجات خارجه عن ارادتي البيولوجيه يعني، واقدر بقى اتعلم بقى المهارات واعمل ايه علشان احمي نفسي من الانهيار العصبي اللي بيحصل في الاخر يعني. وعلى فكره بعد كل الشرح العلمي والتعب النفسي والفيلم اللي انا عملته دلوقتي ده، ما رحتش طبعا في الاخر برضو. هنشوف في اخر الفيديو، يمكن اروح احط لكم صوره ولا حاجه يعني. المهم يا حبايبي، انا بحبكم جدا في الله، وبشكركم جدا وعلى حسن استماعكم، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. نراكم في الفيديو القادم ان شاء الله. انا اخوكم انس، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.